اول حاجه قلتها لما تحضر كورس الرحله على الاقل 6 شهور بعدها عقبال ما تفوق، صح؟ 6 شهور دول اللي هو تايم ولا مجهود؟ بتسمع ريكوردات وبتقرا الكتاب وبتطلع ورقه قلم وبتحط بلان لنفسك وبتحط بلان اسبوع وتفضل تشتغل عليها، وغير مايند سيت واحده اقعد اشتغل عليها، وغير طريقه سؤال واحده واقعد اشتغل عليها، بعد 6 شهور هتوصل. طب هل القصه كلها ان انا 6 شهور هي بس وقت وهي هيجي لوحده؟ لا. فانا بعدل مايند سيت عندي راسخ، هاخد وقت بس هاخد وقت اللي هو ايه؟ انا مستعجل هتعيده من اول وجديد، كل ما تستعجل هتعيده من اول وجديد. انا عاوز اعمل دايت واخس 50 كيلو، فابتديت دايت قاسي جدا، بعد اسبوع اسبوعين بدات اهبط، اعمل ايه؟ هرجع اكل، فهرجع تاني ان انا اتخن، بعد شويه لا متضايق ادخل بحماس ارجع تاني. طب لو انا عملتها بالتدريج وعامل حسابي ان اخس 50 كيلو دول في سنتين هرجع تاني. بس هي دي القصه. لا احنا دلوقتي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم قوم تستعجلون، اوغل فيه برفق. ده الدين اول ما تحاسب عنه اوغل فيه برفق، فما بالك بحياتك؟ تعامل، تغيير مايند